فيلمنا بيبدأ مع ايدي وهو في ورشة تصليح عربيات. هو بيقول له صاحب الورشة يلا بقى ابوس ايدك سلمني عربيتي، لكن الراجل بيرفض. هو بيقول له ما دام ما دفعتش ثمن تصليحها مش هسلمها لك. انت فاكر نفسك واقف مع مصباح علاء الدين؟ لكن فون ايدي بيرن وبتكون مكالمة من طليقته ايما اللي بتقول له كلام قاسي كالعادة بسبب انه ساب بنته ملطوعه قدام المدرسه مع انه مش بيجي لها غير يومين في الاسبوع. المهم ايما بعد ما شتمته وقفلت في اللحظه دي ايدي بيشوف عجله بناتي، فبيسال الراجل في الورشه عنها فبيقول له هات $75 وحلال عليك. لكن طبعا ايدي مش معاه الفلوس والراجل بيتضايق وبيطرد ايدي، فايدي بيحاول يقنع صاحب الورشه انه يديه العربيه ويشتغل عليها ويرجع له فلوسه بعدين، لكن الراجل رافض وبيقول له امشي بقى وما اشوفش وشك الا لما تجيب الفلوس. فاللحظه دي ايدي بيشوف محفظه واحد من الناس اللي في الورشه على الترابيزه ومن غير تفكير بيسرقها وبيمشي، لكن مع حظه المنيل المحفظه ما فيهاش غير فلوس قليله. بعد كده بيحاول يتصل بكل معارفه عشان يسلفوه فلوس، منهم بيقفل في وشه ومنهم ما بيردش عليه اصلا، واللي بيطلب منهم شغل مش بيعبروه. فبيقول ما بدهاش بقى، عملت اللي عليا. بيحاول بعدها يسرق كام عربيه وفي كل مره بيلاقي الابواب مقفوله، بيروح يشتري تذاكر يا نصيب. بيقول يمكن حظه المنيل يتحسن شويه، لكن اول تذكره ما بتكسبش والتانيه نفس الشيء. وفجاه بيلاقي عربيه فتحت معاه فبيشتري لنفسه سندوتش ويقعد يفكر ويكلم بنته ساره اللي بتكون متضايقه لانه سابها قدام المدرسه. فبيقول لها يا ستي معلش حقك عليا. فبتقول له على فكره يا بابا انا بحبك مهما حصل، لكن المرة الجاية ما تتأخرش عليا. وبعد كده ايدي بيشوف عربية شكلها غالي جدا فبيقول لنفسه جرب بقى يمكن تيجي المرة دي. بيخلص المكالمة مع بنته وبيحاول يفتح باب العربية، وفعلا الباب بيفتح بسهولة وبيدخل جوه العربية وبيبدأ يدور على حاجة يسرقها، لكن ما بيلاقيش غير نضارة شمس، وكل ما حد يعدي جنب العربية بيستخبى جواه. ولما بيحاول يخرج من العربية بيكتشف انه محبوس جواه والابواب الشبابيك مش بتفتح، والمصيبة الاكبر ان العربية مصفحة، يعني الابواب والازاز مش هيتكسروا بسهولة حتى لو حاول يضربهم. وفعلا بيبدأ يضرب في الابواب والشبابيك برجليه وايده، لكن مفيش فايدة. بيصرخ عشان اي حد يسمعه لكن صوته مش بيطلع بره العربية. وفي اللحظة دي جهاز الاتصال الداخلي في العربية بيرن لكن ما بيردش، والكارثة بتبدأ لما بيشوف ان في كاميرات جوه العربية وبنعرف ان في حد بيراقب ايدي جوه. ايدي بيستمر في محاولات يلاقي حاجة يكسر بيها الازاز لحد ما بيلاقي حديد الكارك وبيبدأ يضرب الازاز عشان يتكسر، لكن بعد ما بيضربه بيجرح نفسه. في الوقت ده جهاز الاتصال بيرن لكنه ما بيردش عليه. بيطلع تليفونه عشان يحاول يتصل بالشرطة لكن مفيش شبكة، فمفيش حل قدامه غير انه يرد على المكالمة. اول ما بيقول الو هاي بيلاقي راجل كبير في السن بيقول له ازيك اخبارك ايه، انا اسمي ويليام. مين الباشا بقى، عاوز اتعرف عليك. ايدي بيقول له انت هتصاحبني، انت شكلك كبير بلاش اهينك. وبعدها بيبدا يرقص في مكانه وبيقول له ويليام احلف كده انت كهربتني دلوقتي. ويليام بيرد عليه وبيقول له حصل يا ابني، ازاي عرفت؟ كل ما تقل ادبك هرقصك بالكهرباء لحد ما تراجع نفسك. ايدي بيقول له انت ليه قافش كده، انا كنت بهزر معاك، ما تخرجني من هنا وانا هطلع معاك في برنامج المسامح كريم. ويليام بيقول له لا، انا حد قبلك حاول يسرق عربيتي وما اتقبضش عليه، وانت بقى رقم 7 مش هحلك النهارده. ايدي بيزعل وبيقول له خرجني من هنا يا مطرطش انت. وبعدها بيطلع سلاح من الشنطه وبيضرب الازاز لكن الرصاصه بترجع له وبتصيب رجله. بيصرخ وبيشوف واحده قربت من العربيه فبينادي عليها عشان تنقذه، لكن بيتفاجئ انها بتظبط الميكاف في الازاز وبيكتشف ان الازاز متفايم، يعني هو يشوف اللي بره لكن اللي بره مش شايفه. بيربط رجله عشان يوقف النزيف وبيقول لويليام اسف ابوس دماغك وايدك سامحني واتصل بالطوارئ. ويليام بيرد عليه مش عيب عليك يا راجل تتصل بالطوارئ وانا موجود، انت مش عارف ان انا دكتور؟ ايدي بيقول له ما حصليش الشرف خلص بقى. ويليام بيقول له بص يا ايدي انا عاوزك تحس بالندم على اللي انت عملته وتعتذر لي، لازم يكون اعتذارك حقيقي. ايدي بيقول له ما انا اعتذرت، اقولها لك ازاي دي؟ ولما ايدي بيتعصب تاني ويليام بيبدا يرقصه بالكهرباء فبيقول ايدي لنفسه الراجل ده مطرطش لازم اخده على قد عقله، وبيمثل انه متاثر وبيقول له اسف بجد مش هكررها، سيبني ابوس ايدك صباع صباع. ويليام بيرد عليه بدايه كويسه حلوه نتعرف على بعض، انا ويليام ارمل مراتي ماتت من شهور واتولدت في فرنسا. وفي اللحظه دي ايدي مش قادر يتحمل وبيغمى عليه، وبعدين فاق بالليل من صوت المطر اللي كان بيخبط على العربيه، ولما بص على جسمه لقى ايده ورجله مربطين وفهم ان ويليام اللي طلع الدكتور ابن حلال خرج الرصاصه من رجله وعالج جرح في دراعه. كان عطشان جدا لكن الميه اللي معاه خلصت ففتح الشنطه علشان يدور على حاجه لكن ما لقاش ولا اكل ولا حتى كيس الشيبسي اللي كان معاه. ويوم السبت الصبح ايدي كان خلاص وصل لاخره لما ويليام اتصل بيه ما ردش عليه، فويليام كلمه من غير ما ينتظر جواب، وايدي رد عليه وقال له يا عم انا هموت من الجوع ارحمني، هو انت عايز مني ايه؟ ويليام قال له عاوزك تسمعني. ايدي رد وقال له ابعت لي سندوتش كبده وكوبايه قهوه وانا هسمعك زي ما انت عاوز. فويليام تجاهل الكلام وقال له انه اشترى شقه لبنته الوحيده قريبه من بيته، وفي يوم كانوا طالعين مع بعض
ولما خلصوا مشوارهم وصلها للبيت، وقبل ما يفتح الباب جالهم 2 حرامية. ايدي قطعه وقال له يا عم هو انا ايه علاقتي بحكاياتك دي؟ فويليام زعل وقال له انا هعلمك تتكلم معايا بأدب بعد كده. وبعد كده ويليام بدأ يضغط عليه، شغل التكييف على اقل درجة وشغل اغنية اوبرا مليانة صويت وعياط، وزيادة على كده رفع الصوت لاخره. طبعا دماغ ايدي كانت هتقف من الصراخ، ده غير انه كان بردان جدا. فبيبدأ يعتذر ويليام ويقول له حقك عليا، هجيب لك عصام صاصة يغني لك انا اسف. وفي الاخر ويليام رن عليه واتصل بيه، قال له انا اسف وحياة بنتي اسف، انا استاهل ضرب الجزمة. فويليام وقف التكييف ووقف الأغنية. ويوم الحد إيدي ما كانش قادر يتحمل، كان نفسه يكسر الدنيا من العطش والجوع لدرجة إنه اضطر يعمل بيبي في إزازة المية، وبعدها حاول يخرج من العربية لكنه ما قدرش فاستسلم للواقع. بعد شوية ويليام اتصل بيه وقال له ها أعمل إيه دلوقتي؟ فإيدي رد عليه وقال له جعان وعطشان، لكنه لاحظ إن في راجل واقف بعيد بيتفرج عليهم من عمارة قريبة. فقال له ويليام أنا بموت من الجوع والعطش. فويليام قال له إنه عنده سرطان وهيعيش له 4 شهور وبس، وإنه كل اللي عاوزه هو تحقيق العدالة. إيدي رد وقال له يا عم أنا موافق، بسيطة كلم الشرطة وخليهم يقبضوا عليا. لكن ويليام قال له لا يا معلم، مش دي العدالة اللي أنا عايزها، النظام كله فاسد وكل واحد زيك اللي هو الفرصة إنه يعيش بين الناس الشريفة. فإيدي تعصب وقال له فين العدل؟ إحنا واللي زينا بنشقى ونتعب، وإنتوا اللي زيكم عايشينها سهل. عمرك نمت جعان؟ عمر بنتك طلبت منك حاجة ما قدرتش تجيبها لها؟ ويليام خلص الحوار وقال له تعلم الأدب، وبعدين رجع يشغل الأغنية المزعجة، وزيادة على كده شغل التدفئة. إيدي كان حاسس إن هو هيموت من الحر. وبعد شوية ويليام قال له لو عاوزني أقفل التدفئة أقول لك على مكان المية، قول لي اسمك بالكامل ورقمك التأمين. إيدي لم دماغه وقال له على كل المعلومات. ويليام قفل التدفئة وشاور له على إزازة المية تحت الكرسي. إيدي شرب المية بسرعة، وبعد شوية طلع ورقة اللي هي نصيب، ولما خربشها اكتشف انه كسب $500. بدأ يضحك زي المجنون. فقال له ويليام انت بتضحك على ايه؟ فقال له انا كسبت $500 والورقة دي كانت معايا من الصبح، ولو كنت شفتها ما كنتش شفت خلقتك الكريم، كنت هكون دفعت كل ديوني. فويليام قال له عشان تعتذرلي هديك مفاجأة فيها بسكويت في الدرج. فإيدي راح للدرج بسرعة وفتحه ولقى البسكويت، لكنه كمان اكتشف ان في زرار تحكم جوه. أكل البسكويت بسرعة وويليام قفل الدرج من بعيد. وفي اللحظة دي إيدي سمع صوت تليفون بيرن، وسمع ويليام بيرد على التليفون، ففهم إنه مش واخد باله واتحرك ناحية تابلو العربية وبدأ يصور الأسلاك بالتليفون عشان يعرف شكلها. فإيدي قدر يلاقي الزرار وفكر يوصله، لكن كان الموضوع صعب جدا. ولما ويليام شافه قال له طب زملي اديني إنذار قبل ما تعمل اللي بتعمله، قلبي هيقف منها. يوم الاثنين الصبح إيدي فضل قاعد قدام الكاميرا وحاول يحرك زرار التحكم الكهرباء، وهو حرفيا كان هيموت من الجوع والعطش لدرجة إنه شرب من الإزازة اللي استخدمها في البيبي بتاعه. فبص على الأب بيلعب مع بنته بالعجلة، وفجأة افتكر بنته وبدأ يلوم نفسه لأنه ما كانش قريب منها رغم إنها أهم حد في حياته. وبعد شوية بدأ يضغط على زرار تشغيل العربية وتفاجئ إن الكشافات اشتغلت والموتور بدأ يشتغل. قعد على الكرسي وبدأ يسوق وكان في قمة سعادته، لكن ويليام متحكم في العربية من بعيد ووقفها وقال له أنت فاكرها بسيطة؟ عاوز تسوق؟ حاضر عيوني. وفعلا دخل العربية في حي المشردين. ويليام قال له شايفهم؟ شوية مدمنين وحرامية لازم البلد تنضف منهم. وصلوا لشارع جانبي وكان فيه 2 مثبتين واحد. فويليام بدأ يسوق بأقصى سرعة وداس على أول واحد فيهم والتاني هرب فجري وراه بالعربية. إيدي قال له خلاص سيبه، لكن ما سمعش كلامه وفضل وراه لحد ما زنقوا بالعربية قدام بوابة حديد. وإيدي بيفضل يصرخ ويقول له كفاية، انت ايه مفيش دم خالص، انت مجنون. ويليام بيرد عليه بكل برود وبيقول له لو قدرت تقوم وتقف هسيبك تخرج من العربية. وأول ما الراجل بيقف ويليام بيخلص عليه. فإيدي بيقول له ده انت سايح على الآخر، خرجني من هنا كفاية كده. ويليام بيخلي العربية تتحرك بسرعة رهيبة وبيوصل لجراج وبيطلع بيها على السطح وبيفرمل حرفيا عند سور السطح. وقتها إيدي بيغمى عليه. بيصحى يوم ال3 الصبح والعربية بتمشي في الشارع بمنتهى الهدوء. ويليام بيقول له انا رحت لامي وساره في البيت. إيدي بيتوتر وبيقول له رحت اليوم ليه؟ عاوز منهم ايه؟ اعمل فيا اللي انت عاوزه بس عيلتي مالكش دعوه بيها. فجأة إيدي بيبص حواليه بيلاقي نفسه في شارع مدرسة سارة وبيترعب على بنته. ويليام بيهدده انه هيخلص عليها. فإيدي بيقول له الا بنتي، وبيشوف سارة وهي راكبه السكوتر بتاعها ورايحه ناحيه البيت. ويليام بيحرك العربيه وبيمشي وراها. إيدي بيترجاها الا بنتي. ويليام بيقول له لو مش عاوزني اخلص عليها فافديها انت بحياتك، طلع السلاح وخلص على نفسك. إيدي بيقول له هعمل اللي انت عاوزه بس ابعد عنها. وفعلا بيطلع السلاح وبيوجهه لنفسه، بس ويليام فجأة بيزود سرعة العربية. سارة بتخاف وبتجري بالسكوتر وابوها بيصرخ، وقبل ما العربية بتخبطها بيدوس على الزناد بس بيكتشف ان مفيش رصاص. ويليام بيبعد بالعربية عن سارة. إيدي بينهار خلاص كفاية. ويليام بيقول له انه خرج الطلقات من السلاح وهو بيعالجه بالليل. ويليام بيفضل يرغي في كلام ملوش اي لازمة وإيدي ساكت مش بيرد عليه. وبعد شوية بيقول له انا خلاص استويت، وبيبدأ يكسر في العربية وفي الكاميرات. وبعدها بيقلب في صور بنته على الموبايل وبيسجل لها فويس نوت
وبيقول لها فيه عارف اني ما كنتش اب كويس وكان المفروض اقضي معاكي وقت اكتر، سامحيني، انت اعظم انجازاتي في الدنيا، انا هموت قريب وعايزك تفضلي فاكراني بالخير. وبيبعتوا لها على الواتساب بس ما بيوصلش. بعد شويه العربيه بتقف وويليام بيقرب من ايدي وبيفتح حته من شباك العربيه وبيقول له عامل ايه يا ابو ساره؟ انا ويليام. ايدي بيحاول يهجم عليه بس برضه ويليام بيراوغه. ويليام بيرمي له حبل ويقول له اربط ايدك في المشبك تحت الكرسي. وطبعا ايدي بينفس عشان خلاص الطاقه خلصت. ويليام بيقعد وراه ويحط رصاص في الخزنه ويفتح كيس جالي كولا ويفرغه على التابلو. ايدي بيفتكر ان ده اكل وبيفضل ياكل في الجالي. وويليام يسوق ويشغل الكاسيت وبيقول له بنتي كانت بتحب الموسيقى دي. ايدي بيقول له هو انا مش اعتذرت لك كذا مره وانت قلت لي لو اعتذرت هتسيبني. وويليام بيقول له انت مش هتخرج من العربيه دي غير وانت ميت. ايدي بيقول له يا عم بلغ عني الشرطه وخلص. ويليام لا، الشرطه الفاسده دي ما تلزمنيش، انا عاوز اسويك على هاتي لحد ما تقول حقي برقبتي وبرضه مش هرحمك. ايدي بيلاحظ ان ويليام لابس حظاظه فيها اسم بنته فبيقول له شكل بنتك وحشاك قوي. ويليام بيتعصب وبيفرمل جامد لكن ايدي ما بيتهزش وبيستفزه اكتر. هتوديني فين بقى يا بابا؟ وقتها ايدي بيحاول يحرك زرار التابلو بصباع رجله علشان يفصل كهربة العربيه ويساله ايه اللي حصل لبنتك؟ ويليام بيقول له الحراميه بعد ما خدوا اللي معايا ضربوها بالنار وكل ده عشان $1500. ايدي بيقول له هو انت فاكر اللي عملته فيا ده هيحقق العداله لبنتك؟ ده ربنا بيحبها عشان ماتت وما فضلتش عايشه مع اب مطرطش زيك. ويليام بيطلع السلاح وبيهدده لكن في اللحظه دي ايدي بينجح في فصل الكهرباء العربيه وفعلا بتطير من فوق الجبل وبتطلع طلقه ترد في صدر ويليام. لما العربيه بتقع على الارض الشبكه بترجع للموبايل والفايس نوت بتوصل لبنته. ويليام مغمى عليه وايدي بيحرر نفسه. ويليام بيفوق، ايدي بينزل فيه ضرب وبيرفع عليه السلاح لكن قبل ما بيخلص عليه بنته بتتصل بيه وتساله عن رساله بيقول لها كان في مشكله واتحلت خلاص وان شاء الله هجيلك المدرسه النهارده. وفي اللحظه دي العربيه بتبدا تولع. ايدي بيقول له افتح الابواب. ويليام بيبتسم ويقول له صدقني انا استمتعت باللي عملته فيك ال5 ايام اللي فاتوا. ايدي بيبص له باستغراب وما بينطقش بكلمه. بيكسر الازاز وبيخرج من العربيه واخيرا رجله بتلمس الارض. بيخرج من السجن اللي كان فيه. بيطلع عليه الصبح بيتاكد ان ورقه اليانصيب الكسبانه لسه معاه. بيوقف عربيه وبيركب مع صاحبها وبالليل بيطلع لصاحب الورشه وبيدفع له فلوس وبيشتري لبنته العجله اللي عجبته وبيروح لها المدرسه وبيوعدها انه عمره ما هيبعد عنها تاني. مش عارفه ليه بس حاسه ان المخرج عايز يقول لنا محدش بيحس بقيمه الحاجه غير لما تكون هتضيع منه وطول ما هي معاك خلي بالك منها وحبها ورايح. وبيخلص الفيلم على كده.